الرحيم. اهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تتبيله البانيه باقل تكلفه. بص يا ستي، بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش لنا القناه، وربنا يوفق الجميع. بص يا ستي، انا عندي بصله مبشوره، عندي ثوم مدوب بكزبره، وعندي فلفل اسود وسبع بهارات وملح وكزبره وجنزبيل، وحطيت كمان معلقه خل، وحط كمان عصره نص ليمونه كده. الجماعه دي والله بجد انا بعملها لاي تتبيلات ماشي، وبأقل تكلفة. بصلاية واحدة، طبعا بصل غالي، كل حاجة غالية، فاحنا بنعمل حاجات ايه موفرة. ماشي، هنقلب بقى الحاجات دي ونحط فيها البانيه ونيجي مع بعض. دلوقتي انا جايبه ب 10 جنيه سميد، طبعا السميد بتاع البقسماط غالي ماشي، فعشان نوفر برضو انا عندي هنا بحط عليه نشا عشان كمان الطبقه تبقى مقرمشه. يجي معلقتين كبار كده ماشي. هنحط كمان شويه دقيق. الطبقه دي يا جماعه ما بتتعانش من على البانيه، عشان البنات كتيره بتقولك الطبقه الفوقانيه دي بتتعان، لا اعملي بالطريقه دي صدقيني هتبقى حلوه جدا الطعم، وكمان الايه هيقعد معاكي وتبقى هتوفر معاكي يعني. هنحط بقى ايه نفس التوابل اللي احنا حطيناها على البانيه. هنحط ايه شويه كزبره، هنحط كمان فلفل اسود، نفس التوابل اللي انت حطيتيها على البانيه هنحطها برده ايه. هنحط كمان الملح، جربوا الطريقه دي يا جماعه. انا بقول للبنات المبتدئين عشان عارفه ان هم برضو ايه، في بنات عايزه برضو ايه تتبيلات جديده وموفره كمان ماشي. هنحط كمان السبع بهارات، هنقلب بقى بعد ما نحط بقى دول السبع بهارات اهو ماشي. هنقلب بقى كده ماشي بالمنظر ده، وهنحطهم بقى في كيس ونحطهم في التلاجة. وتحطي ايه تحطي في كيس بقى او في طبق الكميه اللي انت هتستعمليها عشان ما تدهولوش كله وما يبص معاكي. هناخد بقى منها شويه ونعمل بقى ايه البانيه. بص دلوقتي حطيت طبعا على كيس كده عشان ما ندوش الدنيا برضو، وادي التتبيله اهي مع البانيه. هناخد بقى ايه من ميه البصل اللي احنا عملناها كده ونحطها ونعمل غلفيها بقى ايه تغليفه حلوه كده بالمنظر ده. تحطي وتدوسي طبعا عشان انا مستعجله، وطبعا ايه عملتها دلوقتي اهي. بص الطبقه اهي هنحطها دلوقتي في الزيت. بص دلوقتي الطبقه عامله ازاي اهي، هنقلبها دلوقتي اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بصوا عاملين ازاي، مش طبقه اتعانت ولا اي حاجه. شايفين بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا.